اكيد مش يرضيكوا ان الولاد يعملوا اكله زي دي وانا مش موجوده معاهم في البيت، صح؟ يعني انا اكون مش موجوده معاهم ويعملوا اكله بالسهوله وباللذاذه وسريعه جدا وتطلع بالطعم الخطير. طبعا هم حكولي يعني طعمها خطير وشكلها لذيذ. فيلا بينا تعالوا نشوف هم عملوا ايه. واول حاجه هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وندعي برضو لاخواتنا ربنا ينصرهم ويفك كربهم. يلا بينا نشوف الطريقه والمكونات. وصفه سهله جدا. اول حاجه اتعملت، حطوا حله على النار وفيها معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه، 10 فصوص كده من الفلفل الاسود الحصى، وكام فص من الحبهان، وكام فص من القرنفل، ورقتين 3 من ورق اللورا، وواحدة لومي. وقلبوا وشوحوا كده التوابل دي، خرجت الزيوت اللي فيها في السمنة والزيت. وبعد كده نزلوا ببصلاية كبيرة متقطعة بالشكل ده. البصلاية اخدت لون خفيف كده. ويا سلام بقى ريحة التوابل مع البصل بقى ما اقولكوش، ما احنا مجربين. حطوا عليها نص كيلو من الطماطم، اتغسلت واتعصرت في الخلاط واتحطت فوق البصل وباقي المكونات اللي في الحلة دي. بصوا بقى هنسيب الصلصة او عصير الطماطم بقى يتسبك شوية كده ويغلي غلوتين 3 مع باقي المكونات اللي في الحلة. ولك ان تتخيلي بقى الريحة، الريحة اللي هتخرج من الميكس اللي في الحلة ده. بعد كده هنحط واحد فلفل اخضر حامي تقدري تستغني عنه. معانا بقى فرخ. تخيلي بقى فرخ مغسولة غسلة كويسة ومنقوعة نقعة تمام ومتصفية من المية. وعلى طول هتنزل بقى بالفرخة في قلب الصلصة دي. قلبي بقى الفراخ كويس وسيبها كده بقى شوية، شوحيها شوية كده او سيبها تاخد وتدي مع الصلصة. وبعد كده هتحطي فوقيها كوباية او كوباية ونص من المرقة. وهتغطي على المكونات الجميلة اللي في الحلة دي. ممكن بقى تضيفي عليهم رشة فلفل اسود مطحونة بقى في الوقت ده. هتنقل الطبخة في حتة تانية خالص. بصوا بقى، بدأت الحاجات او المكونات اللي في الحلة تغلي. نظبط الملح. حطينا معلقة صغيرة مليانة من الملح، او حطي بقى الملح على حسب رغبتك. المعلقة الخشب اللي احنا بنستخدمها دي صغيرة شوية، فما بتشيلش ملح كتير يعني. ظبطي ملحك على حسب ما بتحبي. طب شفت بقى كنت انا بقول ايه؟ انا على فكرة بمنتج الفيديو وانا بشوف المكونات معاكم اصلا. حطت الفلفل الاسود، وحطت كمان شوية من الكمون، وحطت كمان نص معلقة من بهارات الفراخ. بصوا بقى، طبعا دلوقتي احنا شغالين على نار عالية، احنا مش هدينا النار ولا حاجة. ادي تقليبة وسيبها تغلي كده غلوتين على نار عالية. وبعد كده هدي عليها وسوي الفراخ على نار هادية بقى، هتاخدي منها طعم خطير. بصوا بقى، الطماطم اتسبكت والفراخ استوت وبقت خطيرة جدا ودايبة كده في وسط الخلطة الخطيرة دي على نار هادية. يا سلام بقى، شكل الفراخ لوحدها يفتح النفس. بصوا الشكل ولا الريحة يا جماعة. بجد يعني حاجة انا كنت اتمنى ان انا ادوقها. حتى لما رجعت بقول لبنتي طب اطبخوا لي طبخة من الحاجات الحلوة اللي انتوا كنتوا بتعملوها وانا مش هنا دي. ايوه ماما انت جيتي بقى اطبخي لنا انت بقى. فيلا ما علينا، شوفوا بس انتوا تابعوا الوصفة كده للاخر ونفذوها. اكلة سهلة وسريعة وحلوة قوي، حلوة طعمة يعني. معانا بقى كيلو الا ربع من الرز البسمتي، يا دوب اتغسل ولا اتنقع ولا حاجة خالص، هو اتغسل وتصفى من المية. وهتحطه بقى في الصلصة بالشكل ده ونظبط المية بتاعته. وبالنسبة للفراخ، طب استنوا بقى اما اشوف هي هتحمر الفراخ ولا هتعمل فيها ايه وانا معاكم كده. بس نرجع للرز تاني كده. بصوا بقى، المفروض هي حطت له شوية مية وسابته بقى ايه لحد ما استوى. بصوا بقى، الرز البسمتي يا جماعة بياخد مية زيادة يعني. وليكن كده احنا حاطين كوبايتين ونص من الرز البسمتي، هتحط 3 كوبايات من المية. تمام. خلاص الرز استوى بقى زي الفل. طب والفراخ هي عملت فيها ايه؟ هنشوف. مش تستعجلوا على رزقكم وانا كمان مستعجله والله، عايزه اشوف الوصفه في النهايه. بس تعالوا كده نفضي كده الرز. ويا سلام بقى لما يتقدم كده على طريقه المطاعم في صينيه واسعه او طبق واسع، وتفردي الرز في الطبق بالشكل ده. بصوا بقى حاجه يا جماعه عظمه. كبسه فراخ هايله جدا. الكبسه مش بس باللحمه، ما نعملها بالفراخ وهتطلع زي الفل. الفراخ بقى شكلها كده اتحطت تحت الشواية. هو ده الحل، اتحطت تحت الشواية واخدت اللون الخطير ده. وهتاكلي ألذ وأطعم كبسة فراخ. بجد شكلها يفتح النفس جدا. وانا مش هسكت برضو غير لما اخليهم يعملوها لي. ما كنتش انا مش موجودة في البيت وهم ياكلوا كبسة وانا اكل عيش وجبن او عيش وتونة.
عشان ما اظلمهمش يعني. بس ما شاء الله اللهم بارك يا جماعه، بجد اتبسطت جدا جدا ان الحمد لله انا سايبه ورايا رجاله، يعني لما ما كنتش موجوده في البيت يقدروا يتصرفوا ويعملوا الاكل اللي نفسهم فيه. بألف هنا وشفا لولادي، وبألف هنا وشفا على قلبكم لما تجربوا الوصفه. مهم جدا لما تجربوها تقولوا لي تحت في الكومنتات ايه رأيكم لما تعملوها بنفس الطريقه. وده كان الشكل النهائي للطبق بتاعنا. وتعالوا بقى بنوت للقمر ربنا يحفظها يا رب ويهديها ويهدي لكم اولادكم، بتوريكم قد ايه الفراخ مستويه من جوه وطعمها خطير. اتمنى طبعا تجربوا الوصفه، واستنونا في حلقات تانية ووصفات سهله تقدروا تنفذيها بكل سهوله، وبألف هنا وشفا ومع السلامه.